بسم الله. كل فترة كده وكل حين ومين نبص نلاقي تطلع هوجة على المصريين وخصوصا في الكويت. ليه الكويتيين بيكرهوا مصر؟ هما مش بيكرهوا الدولة، للأسف هما بيكرهوا الشعب المصري. ومش الكويتة كلهم، بس بنسبة كبيرة للأسف، لأن أنا عشت في الكويت أكتر ما عشت في الخليج وفي السعودية، وأكتر ما عشت في دول كتير خليجية. الكويتيين بيكرهوا الشعب المصري بالذات. ليه؟ هما بينزلوا يتفسحوا في مصر كتير، بيختاروا مناطق معينة. حتى انا اختلفت مع واحد مرة في الكويت وسحب عليا شكوى، اشتكاني يعني، عمل فيا قضية واتحقق معايا حوالي 16 مرة على الكلام اللي انا قلته في حق الكويت. انا ما غلطتش في الكويت، انا غلطت في الكويت. فهم حاسبوني بناء على كده، وما حاسبوهوش هو انه بيغلط في مصر عادي يعني. وكنت بطولي، ولا معايا محامي ولا معايا سفارة ولا معايا اي حد. حتى المستشار القانوني بتاع الدوام بتاعي بتاع الشغل بتاعي في الكويت قال لي انت اللي غلطان، احنا هنا ما ينفعش نتكلم في السياسة ولا ينفع ننتقد اي نظام كويتي في اي جهة، وانت كده اللي اسأت وبتاع. قلت له لا، هو بيغلط في مصر، بيغلط في بلدي، فانا مش هينفع اقبل ان حد يغلط في بلدي واسكت مهما كان نظام البلد اللي انا فيها، ما بعرفش يعني. والمهم الموضوع اتحل يعني ساعتها، خدوا عليا كذا تعهد ان انا ما اتكلمش في السياسه، لان انا كنت شغال ساعتها تبع وزاره الاعلام الكويتي، وكان في شغل كتير في ايدي ما ينفعش ان هم يضروني. يعني كان في شغل تصوير وكان في راكورات، كان معايا حوالي 3 4 اعمال دراميه كويتيه، انتاج كويتي. منهم عمل مع حياة الفهد الإخوانجية. عموما يعني مش ده موضوعنا، احنا موضوعنا ان الكويتة بيختاروا النضيف، بيختار المكان النضيف، الوسخ بيختار المكان الوسخ. ف يعني انا عارف من معاشرتي ليهم ان النضيف بينزل بقى يشوف الازهر، بيشوف الحسين، بيشوف السيده زينب، السيده نفيسه، القلعه، الاهرامات، ابو الهول، يعني الاوليه الصالحه، الاماكن النظيفه اللي ينفع واحد ياخد فيها مراته وولاده وعائلته وبتاع ويروح يتفسح فيها. والبني ادم الوسخ بينقي المكان الوسخ اللي زيه عشان يروح يتفسح فيه. مثال: كازينوهات شارع الهرم، كازينوهات وبارات العجوزة والمهندسين. تبص تلاقي بقى ايه، النضيف بيروح المكان النضيف والوسخ هيروح المكان الوسخ. دي قاعدة معروفة يعني. بس أول مرة في حياتي ألاقي واحد النهاردة على الفيديو، على الريلز بتاع الانستجرام، بيقول كويتي هو، وبيقول كلام في الصميم. يعني احنا كمصريين ما عرفناش نقوله قبل كده، ولو قلناه ما قلناهوش بطريقة الواحد ده. وانا هحط الفيديو على صفحتي بعد ما اخلص. هو بيقول باللفظ كده، يعني إن بيحكي ان واحد كويتي بيشتكي وبيهاجم الوافدين وخصوصا المصريين. طيب الوافدين كام عموما؟ حوالي 12 15 مليون وافد في الكويت، ويمكن اكتر يعني. طيب والكويت كلها كام نسمة؟ الكويت كلها بمناطقها. اصلا انا الف الكويت دي في 4 6 ساعات يعني كلها. انا كنت بروح الصبية وبروح الجهرة وبروح جسر بوبيان، وكنت المناطق البعيدة والمهبولة والمنفوحة، دي الحتت البعيدة بصراحة يعني. فبعيدا بقى عن الفروانية وعن حولي وحساوي والحتت اللي هي ايه، وجليب والشويخ، هو كان بيتكلم في حتة جامدة جدا. انتوا ازاي بتهاجموا الوافدين؟ ان انت تروح ككويتي تحجز عند طبيب عيون في المستشفى او في المستوصف الكويتي ده، وما تلاقيش مكان بسبب الوافدين، ما تلاقيش وقت يعني راح يحجز معاه، فاتواصل مع دكتور مصري وافد، اهو ده مصري وافد، يحجز له. الطبيب المصري مشكورا وفر له الوقت ووفر له الدواء وتمام التمام، وبقى يتعامل هو اللي بيحكي. طب يا عم ايه مشكلتك دلوقتي؟ قالك الوافدين كتير مضيعين علينا حاجات كتير. قال له خلاص اوكي.
احنا هنمشي الوافدين كلهم جميع الجنسيات. وقول لي بقى ال1,400,000 مواطن كويتي راجل وست هيعملوا ايه في الكويت؟ مين اللي هيبني القصور والعماير والابراج والشوارع ومين هينظف؟ مين هيشتغل في البلديه؟ مين هيشتغل في المجالس الطبيه؟ مين هيشتغل في وزاره الشؤون، وزاره العمال؟ مين اللي هيخلص شغل ومصالح رجال الاعمال الكويتة اللي هم اصحاب الاعمال الكبيره والصغيره والمشاريع والحاجات دي؟ مين هيعمل الصرف الصحي؟ مين هيعمل الكهرباء؟ مين هيعمل محطات توليد الكهرباء؟ مين هيعمل اي منشأة محتاجة عمالة ووافدين؟ فانت بتقول ان انت مش عايز الوافدين، خلاص هنجيب شركات من بره تخلص لنا المواضيع دي. انت عارف الشركة هتكلف الدولة كام؟ عارف الشركة هتاخد كام من الدولة عشان توفر لك عمالة وتوفر لك عمالة حرفية وعمالة مساعدة وعمالة فنية كتير؟ طيب انت حضرتك بدل ما تهاجم الوافد، هاجم تجار الإقامات. قال له كده في الفيديو، قال له هاجم تجار الإقامات. ليه بقى في أعضاء مجلس الأمة بيهاجموا مصر أوي كده؟ ليه؟ عشان هم مستكترين إن مصر يبقى كل حاجة من خلالها. لأن فعلا 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 العمالة المصرية في الكويت بالذات منتشرة بغزارة في كل المجالات، مش في مجال واحد ولا اتنين ولا تلاتة، في كل المجالات لازم تلاقي المصارية. المصارية هناك بيتعاملوا ان هم كويت، هم اصحاب البلد. ليه؟ لان انت ما بتحسش بغربة في الكويت. انا كنت بنزل حوالي شبرا مصر، حوالي دي شبرا مصر، جليب والشويخ، شبرا الخيمة، حساوي اجرك الله بقى، امبابة والمطرية. بمعنى الكلمة، بمعنى الكلمة، بمشاكلها، بمجاريها، بالطفح بتاع الزبالة وبتاع كل حاجة في حساوي وحشة موجودة. اللي موجود في امبابة والمطرية وبلطجة وبتاع ومش عارف ايه. يعني كل بلد فيها الحلو وفيها الوحش، انا مش بغلط في حد ومش بقلل من حد، بس هي كوصف يعني مش اكتر ولا اقل عشان الناس تفهمني. بس انا طبعا اغلب اصحابي الرجالة قوي من امبابة ومن المطرية، رجالة بمعنى الكلمة يعني. بس انا بشبه لان الكويتي بيبقى بيحسسك ان هو ما عندوش اي سلبيات، لا الكويتي عنده نفس اللي في مصر بالظبط. الكويت فيها حاجة اسمها البدون، اللي هم ما معهمش جنسيات، مسجلين كده عند خانة الجنسية مكتوب له بدون، ومحطوطين في مكان معين كده عاملين لهم كامبات. اه والله انا شفت ده بعيني، وعايشين في الكويت ب40 وب50 سنة ومولودين هناك وأحفادهم هناك وكل حاجة هناك. بس الكويت ما بتديش جنسيتها لحد، الكويت ما بتديش جنسيتها لحد. يعني انت سهل تاخد الجنسية الإسرائيلي، لكن صعب جدا، لا مش صعب، مستحيل مهما عملت ومهما كنت انت مين ان انت تحصل على الجنسية الكويتي، مهما كنت انت مين، الا اذا ما يكون ابوك كويتي الاصل، اصلا كويتي. هنا بتاخد الجنسية الكويتي عادي، حتى لو امك مصرية مش مشكلة، او امك اجنبية عموما. هي دي المشكلة. عشان كده الكويت العدد السكاني بتاعها ما بيزيدش، 1,400,000. ايام ما كنت انا هناك كان 1,250,000، الحين صار 1,400,000، دلوقتي بقى 1,400,000. فانتوا كرهوكوا للمصريين يا كويتة، تمام؟ مش كره عشان احنا احسن منكم، لا عشان انتوا عندكم نقص. الكويتي اللي بيكره المصري، الكويتي ده عنده نقص، فدايما شايف المصري في مكانة اعلى من مكانة الكويتي، رغم ان الكويتي معاه المصري ما معهوش. بس المصري عنده اللي مش عند الكويتي، عنده حاجة واحدة بس، عنده الشرف ان هو يفضل، ما ينفعش وما يقبلش انه يبقى عالة على حد. الكويتي اللي بيكره المصري عالة على بلده وعالة على الناس. سلام.